حيزبونه دي هي اللي طافت عليا. ولا يهمك منها يا حبيبتي، انتي قشري بس وربنا اطلع جبالك من شعرها من على المسرح. بلاش قرف وكلام ملوش لازمه. انا عارف ان هي اللي عملت كده، بس احنا خدنا اللي احنا عايزينه، وانت شفتي الجمهور اتجنن عليك ازاي. ما هي نزت غل لما شافت الجمهور عمل معايا ايه، وديني ما هسكت لها. نزت؟ دي مش خناقه يا لؤلؤ، انسي شغل العيال ده. ياما هنشوف، ده احنا لسه على الباب. امال لما نخش جوه هتعملي ايه؟ لما نخش هقفل الباب ومش هدخل حد ورايا يا مجدي. قسما بالله ما هدخل حد ورايا. هيحصل والله العظيم هيحصل، بس بالعقل. اطلعي معايا شوفي كم القنوات والصحفيين اللي مستنيينك بره. القنوات والمجلات والسوشيال ميديا مش هيتكلموا غير عليكي. والله العظيم يا لؤلؤ انت اللي كسبانه في الحفله دي. اللي ياخد على قفاه ويقول انا كسبان يبقى بيخم نفسه. القفا لو ما تردش وقتي صوت طرقعته ما بيتسمعش. قفا ايه وطرقعت ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ خلاص يا مجدي، روح انت ظبط الصحافه والتلفزيون، انا هعدل المكياج بتاعي واجي وراك. لؤلؤ مش عايز عك وحياة امك. عيب عليك. اتفرج على اللي هيحصل في الحيزبونه. اصل مش هطلع لها بلؤلؤ، هطلع لها بثانيه. كماليا اللي طفى عليا طفى عليكي. عايزاك توصل لعزة الشامي وتبلغه ان حركات الآلاتية دي ما تتعملش معايا، ودي اخر حفلة بيني وبينه، والعقد انا فسخته، واللي ما يعرفش قيمة كاميليا يبقى ما يستحقش يقعد معاها. ممكن بس تهدي شويه يا عزت، ده اصلا 3/4 نجاحه بسببك. انت بتكتب ايه؟ بكتب كل حاجه بتقوليها عشان ما انساش حاجه ولا العزت. مش اطلع بره، اطلع بره، انتوا عايزين تجننوني. ايه يا كماليا مالك؟ اهدي 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 يا حبيبتي، اقعدي اقعدي اهدي. مالك في ايه؟ اتصل لي باللي اسمه مجدي، خساره يشوف نمرتي على تليفونه. حاضر اهدي، هكلم لك مجدي وكل حاجه، بس عايزك تهدي. اهدي خالص. ما بيردش يا ستي. خليه سارح ورا الجربوعه بتاعته، خليها تنفعه. انا واثقه 1,000,000% ان هو اللي زن على عزت انها تكون معايا في الحفله عشان تبوظها. يا كاميليا ما ينفعش بنت زي دي تعصبك كده. تصدق بقى انا حطيت البت دي في دماغي، واول واخر مره هتقف قدام مايك. السوشيال ميديا مقلوبه بسبب اللي انت عملتيه. حلو،
رجعت اركب الترند تاني. ترند ايه بس اللي انت بتتكلمي فيه؟ انا مش عارف الاحق على المصايب اللي انت عاملاها لنا. عزت الشامي كلمني مش عارف يرد على كاميليا يقول لها ايه، وكمان جوز كاميليا منير كلمني برضه مش عارف ارد عليه. انت لبستينا في الحيطه يا لؤلؤ. على فكره بقى لؤلؤ ما عملتش غير الصح. انت هتزيط انت كمان. اسكت انت يا مروه ما تشعللهاش. اكبر غلط يا لؤلؤ عملتيه في اول حفله ليكي. هي اللي غلطت فيا وقطعت عليا الصوت. دي مخططه لي يا عم. انت والله ما تعرف كاميليا دي كانت بالنسبه لي ايه. ده انا كنت حافظه كل اغانيها من وانا صغيره. تقوم هي بقى تقل مني وعايزه تتعلم عليا؟ لا، انا اللي يحاول يديني قلم اطرقع على وشه. هو احنا لسه عملنا معاها حاجه؟ انا مش قايل لك تسكتي يا بت انت؟ اسكت ده ايه؟ ده انا هروح اجيب لها الحاج دبشه ملك السجق يحمل لها ميكروباص من العيال صبيانه ونيجي نخليها ليله سودا على دماغها. خليكي فاكره البت دي هي اللي هتغرقنا. خلاص يا مروه، انا علمت عليها وخدت منها اللقطه. غلط يا لؤلؤ، اكبر غلط. انت كده دخلتينا في حرب مع كاميليا من بدري. يا اهلا بالمعارك، فارس لفارس والميدان واسع، ونشوف مين فينا بقى اللي هيقول اي. هو احنا بنتخانق في الحرب السنج والمطاوي؟ كاميليا دي كانت عايزه ترتيب تاني، وانا كنت هجيب لك حقك تالت ومتلت، لكن اللي عملتيه ده شغل عيال صغيره. اخر مره تتصرفي من دماغك. انت حتى ما عملتليش احترام. لما يكون مدير اعمالك مجدي هلال كوبايه الميه ما تشربيهاش الا باذني. طب ينفع بل ريق بق ميه ولا هتزعل؟ انت هتهزري يا لولو؟ عطشانه. اتفضلي. يا مجدي دي اول حفله ليا وانت شايف انا كنت خايفه ازاي؟ خايفه؟ ده انت كلتي الحفله. طب عارف ايه اللي قواني؟ كلامك ليا قبل ما اطلع المسرح. انت اللي قلت لي اعتبر الجمهور ده اهلك وعشمتني. عايزني بقى اشوف حد بيحرمني من اهلي واسكت؟ انا ما غلطتش فيك يا مجدي. انت اللي مش فاهم ان انا كل اللي عملته اني سمعت كلامك وصدقته. هاي، مساء الخير عليكم. برافو برافو، كنتي هايله عظيمه بجد. بس الاجمل من نجاحك بقى اللي انت عملتيه في كاميليا، كان قلم الصراحه. سامع الكلام؟ اهو زمان البلد كلها بتقول الكلام ده. مالك يا مجدي؟ داليا، ايه اتفاجئتي لما شفتيني؟ لا ما اتفاجئتش. اهلا يا داليا، خير في ايه؟ في ايه بينك وبين طارق جوزي يا نهال؟ وانت اتجننتي يا داليا؟ هيكون في ايه بيني وبين طارق جوزك؟ والعقد اللي جابهولك هديه، انا سامعاكم وانتوا بتتكلموا مع بعض في التليفون. عقد ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، ممكن تفهميني؟ العقد ده اللي انا خدته منه بعد ما سمعت مكالمتكم. في ايه يا مدام؟ انت داخله بيتنا وبتغلطي فينا؟ في ايه؟ اعرفي كويس قوي بتتكلمي مع مين وبنت مين؟ بابا معلش ممكن تهدى وانا هفهمها؟ لو حضرتك واثق قوي من بنتك للدرجه دي، مدام سوسن جات لنا ليه البيت عشان تسال عن علاقه بنتها بجوزي؟ ولا مدام سوسن ما قالتلكش بما انكم يعني بيت محترم؟ انا جيت عندكم البيت لما حسيت ان بنتي بتكبر وحياتها بتتسرق منها في الشغل مع جوزك، وقلت الحقها. تلحقيها قبل ما تخطف جوزي من بيته وابنه ومراته. بس بقى كفايه غلط، واحترمي بيوت الناس اللي انت داخلاها. انا علاقتي بطارق شغل وبس، وانا المفروض ما اشرحلكيش ده اصلا. ولو عايزه تاكدي عندك جوزك ممكن تروحي تساليه بنفسك. اما بقى موضوع العقد اللي انت بتسالي عنه ده، فاللي انا اعرفه ان جوزك بيجيب كادوهات كتيره جدا للناس عنده في الشغل. مين؟ انا ما اعرفش. وبرضه عندك جوزك ممكن تروحي تساليه بنفسك بدل ما تدخلي بيوت الناس وتهزقي نفسك. اتفضلي يا داليا. طبعا انا ما رضيتش اشترك في الحوار الرخيص ده، والحوار الرخيص ده اللي دخلني فيه للاسف اهل بيتي. اسمعني يا مفيش شغل مع طارق من دلوقتي، فاهمه؟ بس يا سليم يعني انت حسابك بعدين. كده المجموع يبقى كام؟ كام؟ لؤلؤ، انا بقالي 5 ساعات عمال احسب لك مليم عشان تعرفي اللي ليكي واللي عليكي. ابوس ايدك انا كده هفيص منك. ما اعرفش يا مجدي، وبعدين بطل تزعق لي واحنا في درس حساب. طب خلاص، انا مش هزعق. كده المجموع كام؟ لؤلؤ يا عم انت عمال تقول ارقام عجيبه يا مجدي. ده انا كنت لما بفك 100 جنيه من الكشك كنت بضحك عليه واقول له ان هم 200 عشان اضمن حقي. طب يا ستي، انت عندك في البنك
107 مليون و800 ألف. وكمان عندي شيك في الخزنة بتاع منير الصرفي بتاع الإعلان ب1 مليون دولار، هبقى أجيبهولك. طب كان في حاجه كده كنت عايزه اعملها، ولولا ان انا بحبك وعايزاك تشارك لي ثواب ما كنتش قلت لك. عايزة تعملي خير يعني؟ اه. خلاص مش مشكلة، قولي لي عايزة تطلعي كام ولمين وأنا هبعت حد يديهم لك. عايزه اتبرع ب5 مليون للملجأ اللي اتربيت فيه، بس والنبي يا مجدي تتاكد ان الفلوس بتتصرف على العيال. حاضر ما تقلقيش. في حاجة تاني؟ اه، عايزاك تعمل وديعه للبت مروه ب2 مليون، وعايزاك تشتري لها شقه وتجيب لها عربيه. حاضر. وانت خد 5. هو فيها يا لؤلؤ؟ وانت ناوية تنتحري ولا حاجة وعمالة بتوزعي في فلوسك؟ بقى بذمتك ده رد واحد لسه جاي له 5 مليون؟ يا مجدي انت تعبت معايا قوي، ولولاك بعد ربنا ما كنتش وصلت اللي انا فيه ده. الفلوس دي انت ليك فيها كتير قوي، وده اقل من حقك. لا يا ستي متشكرين، أنا نسبتي مكفياني. يا سيدي مش لما شركه بتكسب فلوس بتدي للموظفين اللي عندها مكافآت وهدايا؟ اعتبرني شركه. ماشي يا شركة. على كل اللي شفته في حياتي واللي شفته في الشغلانة دي، أنا ما قابلتش حد زيك. طب معلش يا استاذ، من دون مؤاخذة يعني، هو الدفعة الأولانية دي بناء عن إيه؟ ها؟ يعني عشان إيه بالظبط؟ عربون محبة للي جاي بينا واللي هقولهولك بعدين قريب. أهم حاجة بس مقابلاتنا دي محدش يعرف حاجة عنها، يا إما زي ما أنت شايف مني الوش الحلو اللي قدامك دلوقتي هتشوف مني وش تاني مش هيعجبك. طب برضك يعني من دون مؤاخذة يعني، هو مين سعادتك؟ وعاوزاني أعمل لك إيه؟ تصدق بتضايق قوي من الأسئلة الرخمة دي، ما بحبهاش. بس لو خدت دول هتفرق معاك أنا مين وعايزة منك إيه؟ لا خالص، ولا تفرق معايا. تصدقي وتؤمني بالله، أم ذات نفسها ما تفرقش معايا. الفلوس يا هانم أهم بند في الدنيا دي. اللي معاه فلوس يساوي، واللي ما معهوش بقى ما يلزموش. كنت متوقعة ردك وعجبني. خدامك يا أستاذ هانم، وخدام لقمة العيش الحلوة اللي بتجيني من الناس الحلوة اللي زي سعادتك كده اهوت. طب رد على تليفونك. ما تشغليش بالك يا أستاذ هانم، دي نمرة من اللي فيها أصفار كتير قوي. تلاقيه يعني شركة المحمول بيتصلوا بيا عشان أسدد لهم اللي أنا استلفته. أصلك اليومين دول المعايش وأنا بكح أسفلت ساعات. وريني تليفونك. اتفضلي. ده طارق بيه، رد إيه؟ عليه بسرعة. أنا وخلي بالك بس هتقول له إيه. طارق بيه؟ اوعى تقول له إن أنت معايا. طيب. الو، طارق مين؟ طارق باشا، لا مؤاخذة باشا، معلش اصلك النمرة يعني، انا برضك قلت ان النمرة دي لحد تقيل قوي من الناس التقال اللي زي سعادتك كده. بكرة الصبح تكون عندي في المكتب الساعة 10، واتمنى ان الموضوع اللي انت عاوزني فيه يكون موضوع مهم، عشان انا مش فاضي. سلام. ممكن تحضني؟ اكيد. وتقفل موبايلك للصبح. حاضر. بحبك قوي قوي وانت مطيع. ولما ببقى مش مطيع بتكرهيني؟ لا بالعكس، بحبك اكتر وببقى هتجنن عليك. لا والنبي بلاش جنان، ده احنا ما صدقنا. شكلنا هبل قوي، احنا لابسين عريس وعروسه واقفين في وسط الاوضه كده. بحبك. عارفه. حلوة، عارفة دي عجبتني. كويس برضو انك انت تبقي عارفة. انا مبسوطه، وانا مش عاوز حاجة من الدنيا غير انك تكوني مبسوطة. ده وقته من الرزق ده وقتك يا نهال. مصيبة يا طارق، لؤلؤ سربت خبر جوازكم والخبر خلاص بقى ترند على السوشيال ميديا وكل البرامج والمواقع بتتكلم عنه.
غيرت اتفاقنا وسربتي خبر جوازنا ليه؟ انا ما عملتش حاجه، وايدك اللي اتمدت عليا دي قسما بالله انا عيطك عليها. ما هو الغلط مش عليكي، الغلط عليا انا اني نزلت النزوله دي. نزلت النزوله دي؟ اه طبعا، كان لازم ابقى عارف كويس قوي اني هبقى اهبل لما اسمع كلمه من واحده زيك، واحده ما بيهمهاش غير نفسها، واحده تربيه ملاجئ. تربيه ملاجئ؟ صح، انا تربيه ملاجئ. خلي عندك كرامه بقى وطلع تربيه الملاجئ، يا اما افتح دماغك دي نصين. انت طالق. حبيتك لاني معاك بحس اني مطمنه، وانا عمري ما حسيت اني مطمنه، لا ولا نايمه ولا حتى وانا صاحيه. دلوقتي بقيت ادخل فرشتي وانا عارفه ان في راجل في ظهري هيحوش عني لو الزمن غدر بيا. طول ما انا جنبك عاوزك تطمني، اوعي تخافي من اي حاجه ولا من اي حد. لولو انا ظهرك وسندك. صدقني يا عبد الكريم، انا ما اقدرش اقول لك اكد الخبر ولا انفيه. انت مش اول مدير تحرير يكلمني من الصبح واقول له نفس الكلام، صدقني. لا 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 لا، انا ما عنديش معلومه مخبيها عنك وقلتها لغيرك. لا معلش، دي حاجه شخصيه ولازم ارجع فيها اللؤلؤ، وهي لسه قافله تليفونها من امبارح مش عارف اوصل لها. معلش عشان خاطري ما تنزلش تصريح على لساني لحد ما اقول لك، وصدقني هتبقى انت اول واحده اقول له الخبر. مع السلامه. انا تليفوني ما بطلش رن من الصبح، ما بين برامج ومجلات ومواقع اخبار، وكلهم مفيش غير على لسانهم ناكد الخبر ولا ننفيه، وانا مش عارف ارد عليهم اقول لهم ايه. والهانم والاستاذ قافلين موبايلاتهم وعايشين حياتهم ولا على بالهم. انا مش مطمنه، لان لؤلؤ وطارق لو قرروا يعملوا كده كانوا على الاقل هيرسونا، وبعدين طارق مش في يوم وليله هيقتنع كده ان هو يعلن جوازه، ده غير بقى ان قفله موبايلاتهم من امبارح دي ما اطمنش. عندك حق وكلامك صح، الموضوع فيه حاجه مش مريحه. الموضوع اتنشر بسرعه كده بطريقه غريبه، كأن في حد ورا الموضوع ده. انا ابتديت اقلق على لؤلؤ. حلوة قوي الاخبار اللي انت نزلتها دي، الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها، بس لو عرفت تصورهم لي كده كام صوره مع بعض هديلك الضعف. وانا اوعدك ان خبر جواز لؤلؤ وطارق هركبهولك الترند، وهيفضل في الترند لمده اسبوع، والخبر اللي جاي بصوره. بس انا مستغربك قوي، دايما الاخبار اللي كنت بتصدرها لي اشتغل عليها لطارق النصار كانت عن اعماله الخيريه ودعمه للشباب. انت ليه عايز تضحيه دلوقتي؟ كده مش حلو، نفذ اللي بقولك عليه ويلا انزل بقى عشان متأخر. سلام يا استاذه. ايوه يا داليا. ايوه يا نهال. طبعا مش هسألك عاملة ايه، قلبي عندك. هو اللي حصل ده بجد؟ لا بجد، دي تسأليها لطارق. وبعدين هو انا خبيت عليكي حاجة؟ ده انا اول ما عرفت جيت لك لغاية البيت وحكيت لك واكدت لك، وقلت لك كمان دي مش اي واحدة، وان القصة مطولة شوية، بس يظهر بقى انت ما صدقتنيش. ماشي يا نهال، مع السلامة. اتفضلي يا نجمه، احنا وصلنا. ست لؤلؤ اتفضلي. خضتيني عليكي. كنت فين يا لؤلؤ؟ قافله موبايلك ليه؟ وليه ما قلتولناش ان انتوا هتعلنوا جوازكم؟ وفين طارق؟ طمنينا يا لؤلؤ، ايه اللي حصل؟ طارق طلقني يا مجدي، طلقني وانا ما عملتلوش حاجه.
طيب اهدي كده وفهميني ايه اللي حصل بالظبط. جات له رسالة بتقول إن خبر جوازنا انتشر في كل حتة، فافتكر إن أنا اللي نشرت الخبر. اتخانق معايا، ضربني، وقال لي إني بتاعت ملاجئ. طب كان اتجوزني ليه؟ سابني أحبه ليه؟ ما بعدش ليه عن تربية الملاجئ؟ ولا هو عادي إن احنا ندخل قلوب الناس وندوس عليها ونمشي؟ طب انت ليه بس ما فهمتيهوش بالراحه انك مالكيش دعوه بالقصه دي خالص؟ ملحقتش. أول ما جاله الخبر نزل فيه إهانات. طب هي الرسالة دي جات له من مين؟ من الحرباية نهال. ما هنش عليها حتى تستنى لحد ما نرجع. قالت تبخي فينا واحنا مبسوطين. طب اهدي كده وانا هفهمه انك مالكيش ذنب في اللي حصل. يفهم ولا ما يفهمش، انا خلاص مش عايزه اشوف وشه. انا اول مره في حياتي حد يدوس عليا وانا واقفه متكتفه. اول مره ما اعرفش اخد حقي. انت متعصبه دلوقتي، فياريت ما تاخديش اي قرار. اطلعي انت ارتاحي واهدي كده، سواء عايزه ترجعي له ولا لا فهو لازم يفهم انك مالكيش يد في اللي حصل ده. مروه خديها الاوضه ترتاح شويه. يلا حبيبتي. عاوزك تنزل خبر تكذيب عن لسان طارق نصار على موضوع جوازي من لؤلؤ في كل الجرايد والمجلات. تمام. اتفضل. طارق، مجدي هلال بره وعايز يقابلك. دخليه وتعالي معاه، خلينا هنشوف هيقول ايه. حاضر. اللي عملته مع لؤلؤ ما ينفعش يحصل وانا موجود في حياتك. وانت مالك انت؟ راجل ومراته بتحشر مناخيرك ما بينهم ليه؟ وبعدين انت مجرد مدير اعمالها مش مدير شؤونها الشخصيه. قصدك اللي كانت مراتك، وانا مش جاي اتكلم بصفتي مدير اعمال لؤلؤ. لؤلؤ بنت جدعه وطيبه، وانا بعتبرها اختي الصغيره وما تعملش كده. ولو هتكلم بصفتي مدير اعمالها فانا اللي متواصل مع كل الصحفيين، يعني لؤلؤ معهاش نمره صحفي واحد، وكمان اكونت السوشيال ميديا بتاعها مش هي اللي ماسكاه. امال الخبر نزل لوحده كده يا مجدي؟ الخبر ده اتسرب للصحافه من حد منك، وانت مفيش حد حواليك كتير يا طارق. شوف بقى مين اللي عايز يفضحك. ولو لسه شاكك في لؤلؤ فما افتكرش كمان ان هي عايزه تفضح نفسها وتقول انها متجوزه في السر، وانت عارف الحركات دي بتزعل المعجبين. خدنا الكلام يا مجدي ونسيت اسالك تشرب ايه؟ لا متشكر، انا جيت اقول الكلمتين دول شهاده حق في واحده ما شفتش من جواها غير كل خير. سلام. هبقى اكلمك يا مجدي. تفتكر ان هل مجدي بيتكلم صح؟ لؤلؤ فعلا ملهاش اي علاقه بالصحفيين؟ فعلا هي ممكن ما يكونش ليها علاقه بالصحفيين، بس ممكن تسرب الخبر عن طريق اي حد غيرها. وبعدين هو مال مجدي محموق قوي كده ليه؟ انا عارفه ان هو شخص عملي، ماله بقى عنده احاسيس كده ليه؟ بس تصدقي ان هو لفت انتباهي لحاجه غريبه جدا. القريبين اللي حواليا اللي يعرفوا الخبر ده مش كتير، تقريبا مفيش غيري. بس انا طبعا مش بشك فيكي لا سمح الله، بس عاوزك تفكري معايا. تفتكري مين؟ تكونش البت مروه اللي هي بتعتبر لؤلؤ زي اختها وعارفه ان حركه زي دي ممكن تاذيها جدا؟ ولا تكونش لؤلؤ نفسها
اللي هي ما غابتش عن عيني لحظة واحدة وما شفتهاش ثانية ماسكة الموبايل. احنا اساسا كنا متفقين ان احنا ما نمسكش الموبايلات. ولا يمكن يكون مجدي هلال نفسه اللي غامر باسمه وتاريخه عشان شغله مع لؤلؤ. اصل مجدي ده عمره ما اشتغل غير مع مطربين كبار، اول مرة يمسك شباب صغيرين جداد. فبيتهيألي كده بالتحليل ان دول مستحيل يكونوا هم اللي سربوا الخبر. طب وانت شاغل نفسك ليه بمين اللي سرب الخبر؟ ما الخبر نزل خلاص واللي حصل حصل. عندك حق، الخبر نزل خلاص. قولي لي يعني هل هو عفيفي بتاع السوشيال ميديا كان بيتصل ليه بيكي ومجدي هنا؟ اكيد طبعا كان هيسألني على حاجة في الشغل. اكيد طبعا هيسألك على حاجة في الشغل، امال يعني هيسألك على حاجة شخصية؟ بس بيتهيألي ان الراجل ده شغله مع الماركتينج تيم مش كده؟ بس كتير قوي بيتصل بيا عشان ياخد كونفirmation على حاجات. كونفirmation طب انا بيتهيألي ان انا سمعت صوت رسالة، ما تيجي نشوفها كده يمكن يكون مستعجل على حاجة في الشغل. قولي، ما انا هشوفها بعد كده وحابه انا ابلغ الماركتنج تيم. لا، هنشوفها سوا عشان نشوف هو وصل لايه في الشغل، بعد كده نبقى نبلغ الماركتنج تيم. افتحي المسج. هو في ايه يا طارق؟ افتحي المسج يا نهال. اكتبي الباسورد. بقول لك يا نهال، لو زودنا المبلغ شويه صورة طارق مع لؤلؤ هتبقى عندك، بس 20 ده قليل قوي على صورة زي دي. فكري وردي عليا. هتردي عليه تقولي له ايه؟ انا مقدر موقفك طبعا وعذرك، اكيد يا حرام مش هتعرفي تفكري دلوقتي بعد الصدمه انك انت اتكشفتي، بس انا ممكن اساعدك. ممكن اقول لك تردي عليه تقولي له ايه؟ قولي له الراجل اللي وقف معايا في حياتي من 20 سنه بضربه في ظهره، طارق نصار اللي مستأمني على حياته وعلى كل أسراره حتى على أهل بيته، بخونه، ببوظ له حياته. إيه السواد اللي انت فيه ده؟ للدرجة دي؟ للدرجة دي يا نهال؟ مش مستحملة انك تشوفيني سعيد ومبسوط؟ ليه يا نهال؟ أنا إمتى عملتلك حاجة وحشة في حياتك؟ يا شيخ قول ما عملتش ايه وحش في حياتي. حبيتك زمان وبعد كل اللي حصل بينا فجأة مع نفسك قررت ان ده مش حب. سبتني في مصيبة وانا صغيرة ولحد دلوقتي في مصيبة بعد ما خلفت وبنتي كل يوم تقول لي احكي لي على ابويا اللي مش طايق اصلا يشوف خلقتها، واهلي اللي نفسهم يفرحوا بيا ما يعرفوش ان عندهم حفيدة كبيرة قربوا يزفوها. كل ده شايلاه وتقول لي عملت فيكي ايه وحش؟ يا بجحتك يا اخي. مش ممكن، التايم لاين كله ما بيتكلمش غير عن جواز طارق. انا طارق يعمل فيا انا كده؟ اهدي يا داليا، ما ينفعش تعملي في نفسك كده علشان واحده زي دي. دي مش اي واحده، دي الوحيده اللي اخدت طارق مني، وشكله كمان ماضي معاها عقد احتكار. اي واحده تانية كانت بتخش حياه طارق كنت ببقى عارفه انه يومين 3 وحرميها، لكن دي لا، دي حربايه عارفه عايزه ايه وبتخطط لايه. ما هو واضح كده من الكلام اللي انت بتقولي عليها والكلام اللي نهال قالته عنها ان البنت دي مش سهله. شكلها كده مش داخله حياه طارق علشان تتجوزه وبس، لا دي من الواضح انها بتخطط كمان هتخلف منه امتى وهتاخد فلوسه ازاي. مش ممكن، للمره ال500 بكلمه عشان يفهمني ايه اللي بيحصل مش بيرد عليا. انا قلت لك يا حبيبي من داي 1 ان البت دي مش سهله، دي عرفت توقع طارق نصار. يا حبيبتي طارق نصار ده مش محتاج واحده زي لؤلؤ عشان توقعه. طارق نصار اساسا نسوانجي وانا عارفه، بس البت تستاهل بصراحه. تستاهل الضرب؟ طبعا تستاهل الضرب. امال انا قصدي ايه؟ بقول لك ايه، اوعى تكون فاكر انها واقعه في دباديبه وبتحبه. لا يا حبيبي، هي حابه قرشيناته، حابه الفلوس. طب تصدق بقى وتراهن ان هي اللي سربت خبر الجواز عشان تخرب بيته هو اللي يفضل معاها؟
يا حبيبتي من غير ما اراهنك ولا حاجه، هي بنت وحشه وعايزه تخرب على بيته وعياله. ما تسيب البتاع ده بقى وتركز معايا. حاضر يا ستي. شوف يا كمالي، احنا من ساعه ما بنصحى لغايه ما بننام ما وراناش غير لؤلؤ لؤلؤ. انسيها شويه وفكك منها وركزي في روحك. مساء الفل والجمال على اجمل ناس في العالم. عندي خبر ليكي هيطيرك هيجننك كده من الفرحه. ايه؟ عرفت من مصادر ليا جوه شركه طارق نصار انه هينزل خبر تكذيب من جوازه من لؤلؤ. صدقتني؟ مش انا قلت لك انها دبسته وهو دلوقتي اللي عايز يخلع؟ بس مش هو ده خالص الخبر اللي انت عايزه تسمعيه يا كوكي. انا عايزه اقول لك بقى ان انا جبت لك تاريخ البنت دي من ساعه ما اتولدت. الهيستوري كله مليان اكشن، سجون بقى على ملاجئ، كل اللي نفسك فيه. طب بقول لك ايه بقى، كلمي لنا حد من مذيعين حبايبنا حالا. كل 5 دقايق اخبار جديده بتكذب جوازي من طارق. ما سابش موقع او جورنال غير لما نزل الخبر فيه. الدرجه دي كان مستعر مني. تحسبيهاش كده يا لولو، راجل متفق معاكي من اول يوم ان الجوازه تبقى في السر عشان خاطر ظروف. ما دي غلطتي اللي انا وافقته الاول ان انا اتجوز في السر وهو على ذمة واحده تانية. المفروض لو متضايق منها كان يطلقها بعيد عني. انا ماليش علاقه بالموضوع ده. برضك هقولك ان طارق بيقدرك ووقف معاكي من اول يوم عرفك فيه. هو المفروض بقى عشان وقف معايا اوافق على اي حاجه عملها او اي حاجه يعملها فيا؟ انت مش فاهمه حاجه برضه. انا كل اللي فاهماه ان راجل بيعمل كل حاجه عشان خاطر يرضيكي، وعيني شايفه طول الوقت انه بيحبك. منين بيحبني ومنين عمال ينزل اخبار ما ملوش علاقه بيا؟ لكن لو شايفه صح يا مروه هتشوفي ان طارق شايفني حاجه تعره. انا مستاهلش كده. انا احسن من ناس كتير اتربوا مع اهاليهم. على الاقل انا كل السكاك الغلط كانت قدامي وانا ما اخترتهاش بمزاجي. ما كانش في حد يقول لي اعملي وما تعمليش. في الاخر يجي يعايرني ويقول لي يا تربيه الملايكه. عملت ايه في حياتي يا عرو؟ يا حبيبتي انتي تشرفي بلد. اهدي بس كده وبكره تعرفي قد ايه انتي غاليه عند طارق. لا يا مروه، انا عمري ما كنت غاليه عند طارق. انا رخيصه قوي بالنسبه له. انا عمري ما شفتك رخيصه. بالعكس. طيب انا هستأذن انا واسيبكم تتصافوا. أنا غلطت في حقك. غلطت جامد. بس لو فكرتي شوية بهدوء وبعقل هتلاقي إن ليا عندك كتير قوي يخليكي تسامحيني. أنا فهمت غلط. ما شفتش الحقيقة اللي قدامي. الحقيقة إن أكتر إنسانة حبيتها في حياتي أنت، وظلمتها. بلوم نفسي في كل لحظة. كنت بتمنى يوم ما اتجوزنا إننا ما نوقفش الوقفة دي قصاد بعض. يا لؤلؤ،
الضغط اللي كان عليا في الشغل الفترة اللي فاتت كان رهيب. أنا ما كنتش باجي أحكي لك، بس أنا كنت في ضغط نفسي جامد قوي. أنا عارف إن مفيش أي مبرر إن أمد إيدي عليك، ولا في مبرر إن أنا أنطق كلمة واحدة من الكلام السخيف اللي قلته. عشان خاطري سامحيني، أنا عمري ما طلبت الطلب ده من حد. سامحيني. انا خايفه قوي على لؤلؤ يا مجدي. دور الاكتئاب اللي هي فيه ده انا اول مره اشوفها فيه. انا خايفه يحصل لها حاجه. انا عارف ان انتي صاحبتها من زمان وعشرة سنين، بس انا من اول ما شفت لؤلؤ شفت جواها طاقة نجاح ما بتقفش. مفيش حاجة ممكن تكسرها. انت ما تعرفش هي كانت متعلقه بطارق قد ايه، وطارق كسر فرحتها. اديني سايباهم في الفيلا هم بيتصافوا. يا رب بس يعرف يصالحها. لؤلؤ ما بتسامحش ابدا. عشان كده لؤلؤ لازم تشتغل وتقف على رجليها. لازم تقنعيها انها ترجع تشتغل تاني وتقف على الستيج وتشوف قد ايه حب الناس ليها. هتفرق معاها كتير. انت فين يا طارق؟ صحيح اللي انا بسمعه ده؟ انت اتجوزت لؤلؤ؟ رد عليا يا طارق، اتجوزت لؤلؤ؟ لا يا دودي يا حبيبتي، انا مش طارق، انا لؤلؤ. جوزك نايم جنبي، تحب اصحيهولك؟ طارق، طارق، المدام عندك في البيت اتصلت ورديت عليها. وقلت لها ايه؟ لا ده بقى المدام تقوله لك لما تروح البيت، لان البيت ده ما بقاش بيتك. ده شيك بتمن الفيلا اللي كتبتها باسمي لما اتجوزنا، وده شيك بتمن كل مليم صرفت عليا من يوم ما عرفتك. اطلع بره يا طارق، اطلع بره يا طارق. أنا سنية سيد بدوي، قصدي لؤلؤ. عشت 25 سنة في حياتي فقيرة كح، بس لعبت معايا من فترة وبقت الفلوس عندي أكتر من عدد حبات الدقيق اللي في كل رغيفة العيش البلدي اللي كلتها وأنا في الملجأ. ما أنا متربية في ملجأ، بس خلاص بقى، الله يرحمه ويرحم أيام. أنا بنت النهاردة لؤلؤ، أشهر مغنية في الوطن العربي. بس عشان أوصل إني أقول الجملة اللي أنا لسه قايلاها دي، شفت حاجات كتير وخسرت حاجات أكتر، إلا شرفي. والله العظيم إلا شرفي. دي الواحدة عشان تبقى مستورة بيطلع عين اللي خلفوها، أمال عشان تبقى زي بيطلع إيه؟ خير، لؤلؤ المفروض تطلع على الاستديو من ساعتين والجمهور عامل مشاكل، ومستر عزت الشامي قفش. ولا عزت الشامي يهدى، اللي متأخر على الجمهور دي لؤلؤ، ولو عنده نمرة تجيب له ربع الجمهور اللي بره يتفضل يمضي معاه. ايه الاخبار؟ فكت؟ هبت فينا كلنا وطردتنا بره. بس محمدني ما تخبطش على الباب، لان اي حد بيخبط عليها بفلوسه. خليك في المكياج اللي انت فيه. لو متضايقة ومش قادرة تطلعي،
يلا بينا نروح حالا وطز في الحفلة واللي عملها. أنا لما خدت الحفلة دي ما بصيتلهاش على إني مدير أعمالك. أنت عارفة آخر همي لو المكسب فلوس. أنا خدت الحفلة دي عشان خاطرك أنت، عشان ما ينفعش نغيب عن الناس، والنجم اللي يغيب عن الناس يغيبوا عنه. مبقتش فارقة، شبعت تسقيف ونداية باسمي، شبعت حب من اللي معرفهمش. لازمته ايه لو من غريب؟ طب حلاوته لو من قريب يا مجدي. مبقتش عارفة انا ثانية سيد بدوي، البت اللي اتربت في ملجأ، اللي كانت بتكذب على الناس وتقول لهم انها مش عايزة تتعشى عشان ما تتخنش، وهي ما بتتعشاش عشان ما عندهاش عشاء. ولا لؤلؤ النجمة اللي عندها فلوس لو مشيت عليها المشي يخلص والفلوس لأ. أنا بقيت كارهة نفسي والدنيا يا مجدي، مش عارفة الدنيا بتديني ولا بتاخد مني. الدنيا ربنا سخرها لك يا لؤلؤ. أي حد يسمع كلامك دلوقتي هيجيله عدها، هيقول هو إيه اللي ممكن يزعلها مهما حصل، ما هي عندها كل حاجة. انتي نجمة الوطن العربي يا لؤلؤ، وانتي لسه عيلة في عز نجوميتك وشبابك. اللي حصل لك ده كبير ويعلم، يوجع ماشي، ليه مخليه يهد ويوقع؟ اللي حصل لي كبير ويعلم؟ حصل لي مش بس يهد ويوقع، اللي حصل لي ملأ قلبي سواد وقهر، والوجع بالنسبة للي أنا فيه بقى كلمة بسيطة قوي. ما بيحسش بالتعب إلا صاحبه، والدمعة ما بتحرقش غير العين اللي نزلت منها. أنا بخاف عليكي خوف انتي عارفة كويس. أنا بعمل دايما لمصلحتك، وأقول الحق وحتى لو زعلك. كده بتموتي نفسك، يا إما هتعيشي بس من غير روح. أنا عايزك تدوسي على اللي فات، عايز أشوف لؤلؤ اللي أعرفها، اللي الدنيا ما تقدرش عليها مهما عملت. قدرت يا مجدي، والله قدرت عليا. أيوة عايزت ممكن 5 دقايق وارجع أكلمك؟ في ايه يا عزت يا شامي؟ عامل هيصة ليه؟ وهو الجمهور كان جاي عشان يسمعني ولا جاي عشان ينقطك في فرحك فانت محرج منهم؟ لما يبقى يجي لي مزاج هبقى اطلع، وكفايه زن بقى الله يرضيك، بدل ما اخد بعضي وامشي وابقى اطلع اغني لهم انت بقى. هطلع على المسرح دلوقتي يا مجدي، بس وشرف امي لطلعهم هم كمان على المسرح واحد واحد، واخلي الدنيا كلها تتفرج عليهم ولا أراجوزات السيرك. جاي بعد ايه؟ ما انا كنت ملكك، مستعدة اموت عشانك. كان كل همي لو ضعفت اشيل بدالك، اخرتها بعتني بالرخيص الله يسامحك، وقلبي تطمن صحيح
لا حلوة منك. ارتاح انا بعدك بعيش اجمل حياة. معلومة ليك الوحدة منا نفسها اللي هتبقى ليك، تحس أبوها أمنها تتسند عليه، مش حد مستهتر ضعيف وأناني زيك، وكفاية كنت معايا واقف زي ضلك. ارتاح أنا بعدك بعيش أجمل حياة. وانت على المشوار اللي قلت لك عليه. أنا أقوى من الحياة، كنت بتغنيها لي؟ دي مجرد أغنية. لولو أنا بحبك. بحبك يا بدر. بحبك يا لولو. وأنا كمان بحبك يا طارق. اطلع يا جميل.